تعالوا نتكلم مع بعض عن الفرق ما بين شكل واحد وشكل اتنين بسرعة. اولا شكل واحد وشكل اتنين هما نفس التمرين اللي هو تمرين السنجل هاند لات بول داون، بس الفرق ما بينهم في حاجتين. اولا في خط السحب او اتجاه خط المقاومة، وهشرح لكم دلوقتي حالا، وزاوية المفصل او الجوينت انجل. في شكل واحد هلاقي ان الكيبل اللي هو يمثل بالنسبه لي اتجاه خط المقاومه يعتبر لتحت شويه، وزاويه المفصل اللي هي زاويه رفع كتفي او زاويه ثاني مفصل الكتف اللي هي الشولدر فليكشن حوالي 60 ل 100 درجه، يعني مش رافع ايدي اوفر هيد بالبلدي كده يعني. وبسبب اتجاه خط السحب هتلاقيني اني برجع بكوعي لجنب جسمي في الشكل الاول، وده هيؤدي لاستهداف الجزء الاعلى من اللاتس او الماجنوس، لان ببساطه شديده اتجاه خط السحب هنا يعتبر موازي للالياف العضليه المكونه للجزء اللي هو الثوراسيك ريجن اللي بقول لك عليه اللي في الماجنوس. بالتالي هنا يعتبر في استهداف افضل للجزء العلوي من العضله الظهريه العريضه. في شكل اتنين هنلاقي ان اتجاه خط المقاومه اتغير بقى اعلى شويه، او اتجاه الكيبل بقى لفوق شويه، وكمان زاويه ثاني مفصل الكتف والشولدر فليكشن كاني رفعت ايدي لفوق شويه، بقت مثلا تعتبر في حذاء راسي. ده هيؤدي ان اتجاه خط السحب نفسه الخاص بالكيبل، يعني تخيل ان الكيبل ده نازل منه لاين هيعتبر موازي للالياف العضليه الميدل واللور بورشن او الاجزاء الوسطى والسفليه المكونه لللاتس او الماجنوس. وكمان هنا بقى في تفعيل اكتر للعضلات اللي مسؤوله عن انزال لوح الكتف الاسفل سكابولار ديبريشن زي اللور ترابس. وبشكل عام هو ده الفرق ما بين الشكلين، شكل واحد وشكل اتنين. وبشكل عام الحركه المفصليه واحده، وهي مد مفصل الكتف اللي هو شولدر اكستنشن في المستوى السهمي. لو انت محتاج ان انت تتمرن بشكل يساعدك ان انت تفهم التمارين وطريقه ادائها بشكل علمي، ابعت لي ويلا بينا نبدا. وما تنساش الفولو لو عجبك الفيديو. سلام عليكم.